السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بقى النهاردة هقولك على أجمل وأسرع تتبيلة فراخ مشوية هتعمليها. صدقيني أول ما هتعمليها مش يعني هتعتمديها خلاص. يلا بينا. أول حاجة أنا هنا معايا 3 وراك، هما حجمهم وسط، مش كبار ومش صغيرين، ومعايا طماطمتين وفلفلاية كوبي وبصلاية وورق لورا وملح وتوم وفلفل اسمر، وايه تاني، وشوية كمون صغننين وقرفة وجنزبيل. هتحطي او يعني البهارات اللي انتي بتحبيها هتحطيها، وعايزة تحطي برضو بصل بودر، توم بودر هتحطيه عادي، اي نكهة عايزة تحطيها هتحطيها. دلوقتي هنقطع كده الوراك، هنشقها كده على 3 شق بس بسيط، يعني هنوصل بالسكينة كده لحد العظم، مش هنقطع العظم، تمام؟ يعني هنقطع اللحم بس. هنعمل 3 فتحات في كل ورك. لو اول مرة تشوفوني انا ايمان نصار، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. هنفتحها كده عشان لما نيجي نحط فيها التتبيلة تبقى التتبيلة ايه، تشرب من التتبيلة. وطبعا لو احنا تبلناها، عملنا التتبيلة من بالليل وتاني يوم مثلا عملناها، طبعا بتبقى ايه، يعني كل ما تقعديها في التتبيلة بتبقى احلى واجمل. لو مزنوقة هتقعديها في التتبيلة يعني مش اقل من 3 ساعات عشان تبقى شربت من طعم الفراخ، تبقى شربت معاكي من طعم التتبيلة. هنجيب بقى الهاند بلندر، هنعمل فيه هنقطع فيه المكونات، الطماطم والبصل والفلفل، وهنحط كمان البهارات. بس كده احنا حطينا الطماطم والبصل والفلفل. عايزه اقول لكم يعني الكميه دي، وهنا كمان البهارات والثوم والورق اللورا، هنحط كله في الهاند بلندر كده في الكوز. الكمية دي يعني ايه، يا دوبك على قد ال3 وراك. انت عايزة مثلا تعملي فرخاية كاملة ممكن تتبليها برضو وتزودي شوية الكمية عشان التتبيلة عندك تبقى مغطياها يعني بزيادة كده، ما تنشفش منك في الفرن. دلوقتي بقى هنضرب التتبيلة بتاعتنا، بس قبل ما نضربها هنضيف لها شوية زيت كده، وممكن كمان تضيفي لو حابة معلقتين من معجون الطماطم او الصلصة، تدي برضو طعم جميل لتتبيلة الفراخ المشوية. ممكن بقى نضيف لها شوية مية صغننين كده عشان خاطر لما نيجي نضرب الموضوع يبقى سهل معانا. واحدة واحدة كده هتلاقيها ايه، بتتضرب معاكي حلو. لو عندك خلاط اعمليها في الخلاط على طول.
كده تمام خلاص. في تكه بقى اخيره، لو انتي حابه تضيفيها اوكي، مش حابه زي ما انتي عايزه، ان انتي تحطي معلقه عسل اسود او معلقه دبس رمان. مش هقول لكم بقى، دبس الرمان ده مع الفراخ المشويه بيبقى تحفه. ما عندكيش هتحطي معلقه عسل اسود. هتجيبي بقى التتبيله كده وهتفرديها على الفراخ كده، والفتحات اللي احنا فتحناها هنحشيها كلها ونغطيها كلها بالتتبيله. ان احنا عايزين نشربها التتبيله ونسيبها بقى في التلاجة، نبيتها ليله عشان تبقى شربت منها خالص، عشان وانتي بتاكليها كده تحسي بطعم الشوي فيها كده. عايزه اقول لكم جربت كذا طريقه لتتبيله الفراخ المشويه، بس دي اسرع واسهل واحلى طريقه بصراحه لما بتزنق بعملها. كمان هترفعي الجلد كده وتحطي تحت الجلد، الخطوه دي مهمه جدا علشان التتبيله توصل للحمه من جوه، ما تبقاش بره الجلد وبس، لا تبقى الفراخ نفسها من جوه شاربه من طعم التتبيله. بس كده احنا خلاص خلصنا. هنلف بقى الوراك بتاعتنا، هنغطيها بحاجه او بستريتش، وهنحطها بقى في التلاجة. خلاص انا لفيتها كده بكيسة وشلتها، وبعد كده طلعتها بقى تاني عشان اوريكم باقي الخطوات. كده هي قعدت في التلاجة من بالليل للصبح. هتجيبي بقى صينية تقطعي فيها طماطم، فلفل، بصل، نفس التتبيلة بس بحالها بقى، تقطعي كده المكونات، وبعد كده هتحطي جزء من التتبيلة على البصل والطماطم والفلفل كده، تحطي نص التتبيلة عليهم. طبعا الصينية هتكوني دهناها سمنة وتقطعي عليها بصل وطماطم وفلفل، وتحطي تتبيلة كده على الوش زي ما قلت لكم. بعد كده هترصي بقى الوراك بتاعتك. مش قادره اقول لكم بقى ريحه التتبيله بقى بعد ما قعدت في التلاجة كده وطلعتها، تحسي ان انت عايزه تاكليها كده قبل ما تدخل الفرن. بالفرشه بقى هتغطي التتبيله كده، هتغطي الوراك بالتتبيله كده، ويعني كل بقى التتبيله اللي عندك خلاص هتحطيها على الوش وعلى وش الصينيه كده، ما تسيبيش بقى منها حاجه، خلاص مش محتاجينها في حاجه. هتولعي الفرن بتاعك على درجه حراره 280 كده على الرف الاوسط. ولو حابه تغطي الصينيه هتغطيها، مش حابه تغطيها براحتك. لو عندك ورق فويل هتلفيها بورق الفويل، هتقعد حوالي يعني من 40 ل50 دقيقه، مش هتغيب عن 50 دقيقه، وهتلاقيها استوت. وبعد كده هتولعي عليها الشوايه لو حابه، هتاخد لون من فوق جميل قوي.
او احيانا ما بتحتاجش شوايه. احيانا بعملها بحس ان اللون خلاص تمام كده، يعني مش محتاجه ان انا ايه اولع عليها شوايه. خلاص سخنا الفرن. كان عندي بقى 3 بصلات كده نونو، حطيتهم. خلاص الفرن سخن وحطيت الصينيه وشغلت المروحه عشان توزع الحراره. بعد كده خلاص طلعتها، بصوا عامله ازاي، ده من غير شوايه كده. حابه بقى اللون يزيد عن كده هتولعي الشوايه. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، متنسوش بقى تدعولي وتجربوها وتكتبولي في التعليقات طلعت معاكم عامله ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.